والتزمت أمامكم، أوفيت بما تعهدت به. البلاد يرثى لها في كل الميادين بالتقريب، اقتصاد منهار، اقتصاد ريع، اقتصاد بيع وشراء أساسه الاستيراد وتضخيم الفواتير. قلص الإنتاج الوطني إلى بالتقريب درجة أدنى درجة ممكن، وعوضه الاستيراد. ولما نقول تقلص الإنتاج الوطني معناه ما كانش فيه مناصب شغل، ما كانش فيه أشغال نتاع مؤسسات الإنتاج خاصة وعامة، بالإضافة إلى تضخيم الفواتير إلى ما يقارب 30%. وأصبح الاستيراد من أجل الاستيراد. أنتم تعرفوا أن وصلنا لدرجة نتاع كراهية لبعضنا بعض، غتب، فيديوهات، تشويه عائلات، مس بشرف الناس، يعني كل وسائل مسخرة لانفجار الوحدة الوطنية والانفجار البلاد. لذلك الدولة انهارت، ولا واحد بقات له السلطة نتاع الردع. شفتوا انتم بنفوسكم في بعض الأحيان شاب ولا غير شاب ولا إنسان يوقفوا الشرطي يضرب الشرطي ولا يدهسوا بالطوموبيل ولا كذا، يعني حتى رموز الدولة صبحت في نقطة الصفر. وهذه داخلة في خلق البلبلة والفوضى في البلاد، يعني سهلة المنال، انفجار داخلي. أما في الخارج ثم تعرفوا أن الدولة أصبحت يرثى لها. اليوم كل الناس تشهد الجزائر بأنها كذلك أموال منهوبة واللي آنذاك ولم نسترجع منها إلا القليل، ورانا مازال إجراءات. أنتم تعرفوا أن الإجراءات ثقيلة جدا، ولكن عندنا الأمل وكل أمل بأموال الشعب إن شاء الله. إذن هذه الإجراءات ما بين الإجراءات اللي قمنا بها لهيبة الدولة. بالنسبة كذلك المرحلة هذه كانت صعبة جدا، لا مفر من قضاء الله وقدره. مع بداية العهدة اللي جمدت كل النشاط الاقتصادي، أغلقنا مدارس، أغلقنا الثانويات، أغلقنا الجامعة، المؤسسات أغلقناها كذلك الاقتصادية، أغلقنا الملاعب، أغلقنا الحدود الأرضية. وهذا الشيء دام تقريبا سنة ونص، واضطريت نديرهم تحت حمايتي شخصيا. وانتم هذا الشيء عارفينه، ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أن العهدة ما كانتش سهلة. إذن وصلنا الحمد لله، وصلنا رغم هذا وصلنا الحمد لله خلق ندرة بالنسبة للمواد الأساسية للمواطن. وصلنا الحمد لله الخزينة تاع الدولة في أدنى حد. هذه بصفة عامة العهدة اللي كلفتوني بها، وكان لي الشرف أنني نلت الثقة نتاعكم لتسيير هذه العهدة على المستوى الاقتصاد وعلى المستوى الآفات الاجتماعية، وعلى رأسها الرشوة والفساد. بالطبع يعني نحارب المواطن باش يعبر ليه بنفسه لنفسه مثل ما نحاربه فيه اليوم، يعني بصفة ديمقراطية. نعاود نراجع إعادة تقسيم الأموال المنهوبة حتى نركز، حتى نثبت نهائيا بدون رجعة. هذه بخلاصة وبعجالة للمشاريع المقبلة إن شاء الله. نطلب التوفيق من الله عز وجل، ومرة أخرى شاكر لكم الثقة اللي نلتها من عندكم حتى مارست العهدة الأولى. طامع في ثقتكم مرة ثانية، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.